مساء النور والسرور الأحلى وأغلى متتبعين. نتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جيتكم بقصة واحد الأخت اللي غادي تعاود لينا القصة ديالها ولكن بلساني. السلام عليكم، معكم ريهام، موظفة مزوجة وعندي 2 بنات وحتى راجلي موظف وخدمته صعيبة أكتر من ديالي. ما بقيتش قادة نوفق بين الدار والخدمة. راكم عارفين الكوزينة المهم تمارة بزاف. كنجي من الخدمة خصني ندخل الكوزينة نوجد الماكلة والتخمال التصبين. صافي عييت وليت كنجي للدار بحال الكلبة حاشاكم، كندوش كنعس. وليداتي ما بقيتش كنقدر ندير ليهم حتى شي حاجه. كنت كنتقاسم داكشي انا وراجلي، بعض المرات كيديهم هو المدرسه، مره انا. المهم واحد الحاله صعيبه بزاف. اي مرا خدامه غادي تحس بيا، خصوصا الا كانوا عندها الولاد كيقراو ومزوجه زعما راجلها حتى هو خدام. جاب الله راجلي ما كانش كيخدم بالنهار، كيخدم بالليل، يعني كيهنيني من الدراري. بعض المرات يعتمد على راسو في الغدا. فاش كتر عليا انا الشغل بزاف قلت غادي نشوف شي خدامه تبقى تعاوني، ما فيها حتى عيب، عادي. صافي بقيت كنقلب في الجروبات ديال الفيسبوك. بقيت شحال وانا كنقلب. هي صراحه لقيت بزاف ديال البنات كندخل كنهضر معاهم بريفي، كتبقى تشرط عليا شحال من وحده. المهم شي وحده تزادوا فيه بزاف، بقاو الشروط بقاو الشروط والثمن، حيت انا ما بغيتهاش دير كلشي، بغيتها غير تعاونني وصافي وتقابل لي الوليدات. صافي حتى لقيت واحد البنت مازال صغيره، تكون عندها شي 21 عام، قالت لي انا وحده صغيره احسن من. قلت انا زعما مع راسي وهي براسها قالت لي ها انتيا ندير لك اللي بغيتي واي حاجه بغيتيها زعما، وانا نقول وحده صغيره احسن من مرا كبيره. ما تجينيش لخاطري نجيب مرا كبيره قد امي تشقى في الدار، ما نقدرش الصراحه. صافي تفاهمت معاها، جاتني البنت قاريه شويه واعيه. صافي قلت لها داك الشيء اللي كتعرفي ديريه بحال راكي في داركم. حتى هي عجبها الحال، قالت لي موافقه، وكانت في نفس المدينه اللي انا فيها. قلت لها وريني البلاصه نجي عندك نجيبك. صافي بلا ما تشدي لا طاكسيات مشيت عندها. بقينا كنهضروا في التليفون، فينك ما فينك، هاني واقفه لهيه هاني واقفه هنا، لابسه كذا اللون كذا. حتى كنشوف بنت هازه التليفون وكتهضر معايا وكنشوف فيها وتقولي ليها العروسه تقول لك نعم. السيده لابسه تجين مقاده الحاله، واحد الطالو فيه 12 سنتيم، الشعر طالع للسما، خصها غير التاج والبريو وتقولي ليها. المهم تقولي ليها العروسه. بقيت كنشوف تعييت، كنت باغا نضرب الدوره ونمشي في حالي ونبلوكيها، ساعه ما عطاتنيش خاطري. قلت صافي عطيت الكلمه للبنت، ماشي مشكل. نزلت سلمت عليها قلت لها كي دايره لاباس. قلت لها انا هي السيده اللي هضرت معاك، انا اللي بغيتك تجي عندي للدار تعاونيني. صافي ركبات معايا في الطوموبيل، جبتها، بقينا مجمعين انا وياها كنهضروا. انا كنهضر وكتقول لي ما سمعتكش. السيده هازه التليفون ما كتحيدوش من يديها كاع نهائيا، كتهضر في الواتس وكتهضر في الانستغرام. وكنقول لها شنو كاين، راه بنتي ها شنو كتبغي، راجلي شنو كيبغي، كنشرح ليها شنو خصها دير في الدار. السيده ما كايناش في هذا العالم، كتقولي سمعتك. انا ما كنقولش خصها زعما تهز ليا الهم، الله يحسن العوان، ولكن عاوتاني جايه باش تخدمي عندي، يعني شي حد خصك ضروري على الاقل تبيني واحد شويه الاحترام الاهتمام في الاول. ما عليناش. وانا نشوف دفارها طوال مركباهم قدهم قداش ومصبوغين ومقادين، انا شفت دفاري وانا نحشم حشمت. انا دابا اش غادي نقول لكم، هي المتعلمه انا هي الخدامه وهي مولات الدار. قلت لها واش كتشقاي بهذوك الطفار، واش ما غيعنكشوكش زعما في الطياب؟ قالت لي لا راه كنشقى اصلا بالليقات. قلت لها واش عندك شي تجربه، واش فايتلك خدمتي في شي بلاصه؟ قالت لي الصراحه لا، ولكن مره كنبغي نخدم في شي حاجه باش نجمع شويه د الفلوس. تما حسيت براسي تقولبت، الله سيدي ربي اش داني لهاد الشيء، اش داني لشي خدامه. البنت باغا غير تجيب مصروف ديال الصيف ولا ما عرفت. ما مولفه لي السيده، ما مولفه لا بديور، ما عمرها ما خدمات. انا بغيت شي وحده حاره، شي وحده اللي تهنيني، اللي نخرج نبات على جنب الراحه. بعض المرات انا كنجلس في الخدمه حتى الليل، حتى نصاصات الليل. ايوا ما عليناش، بقيت غاديه قلت ماشي مشكل، ديتها للدار. قالت لي واش عندك الويفي؟ قلت لها عندي الويفي. قالت لي كاين الدوش؟ قلت لها كاين كلشي. السيده جايه دوز العطله الصيفيه، ماشي جايه تخدم. قلت ماشي مشكل، هادشي كامل قلت راه غادي تكون كطيب مزيان وغتهنيني من الدار، وباقا صغيره وغيكون عقلها خفيف، نجربها ونشوف. وصلت للدار، طلعنا في الدروج.
السيده كطلع في الدروج بشويه بحال غاديه على البيض. موتي انتي ولا تفرقعي ولا انتحري؟ طلعنا حتى دخلت لقيت راجلي داك النهار ما كانش خدام. جلست قال لي قلت ليها ها هو راجلي راه ما تيخدمش بالنهار غير بالليل. المهم قلت ليها راه ما عنده حتى شي توقيت، هو في اي لحظه يقدر يجي للدار. آه ها البيت هكذا. وريتها البيت وفين غادي تبقى تنعس، هاد الثلاجه وريتها كلشي، اي حاجه اللي تقدر تحتاجها في الدار. وهي غاده كتمزك ودايره التليفون في يديها، وانا تعصبت ما نكذبش عليكم. صافي بقات جالسه في الصالون، حطيت لها اتاي، حطيت لها الحلوه، مشيت دخلت عند راجلي للبيت النعاس. بقيت نشكي عليه، قلت ليه سي محمد حل ودنيك مزيان، حل معايا ودنيك وعينيك ورد بالك مزيان واسمع شنو غادي نقول لك. قلت ليه هاد خيتي راه مشيت حتى جبتها دابا عطيت لها الكلمه ندمت، ودابا خصك تفكني منها. قال لي لا داكشي خصك انتي تعرفي. وهو يبدا بقى عليا نتيا مقابله دوك الجروبات، واش عمرك شفتي شي واحد كيجيب خدامه من الجروبات؟ والسيد طار عليا بقى عليا دوك الجروبات، واش عمرك شفتي شي وحده فيهم نقيه؟ بقى عليا سيري قال لي منك ليها، انتي جبتيها، انتي فكيها، انتي اللي تكلفي بامورك، انا ما سوقيش. اش غادي نقول لكم؟ قال لي رجعيها بحالها. واش ما عندك شخصيه؟ واش عندك ضعف في الشخصيه؟ ما قديتش انا نقول لها سيري بحالك. قلت ليه ويلي راه ما نقدرش، والبنت مازال صغيره وعطيتها الكلمه توصلتها للدار ونقول لها صافي سيري بحالك، جاتني ناقصه ما نرضاش انا نتصرف هذا التصرف. حاولت معاه هو يتكلف وقول ليها ما بغيناكش سمحي لينا، هو ما بغاش. قلت ليه انت شفتك بحال شفتي البنت زوينه وباقا صغيره، الشعورات والطالون عجباتك تبقى معانا. هنا صافي طلع ليه الدم وبدا كيغوت. انا بالعاني قلت ليه داك الهضره باش ينوض وهو يجري عليها، زعما باش يثبت ليا. ساعه ما دارت حتى شي حاجه. قال لي شوفي بغيتي تجري عليها جري عليها، انت نيت اصلا. ما قلتلكش جيبي الخدامه، انا لا قاد بشغلي، انت اللي باغا طيري بغيتي الخدامه هادشي، ها الخدامه ديري راسك معاها صافي. سكتيني سديت فمي وانا نرجع عندها. قلت صافي ماشي مشكل نتقبل هادشي اللي درت، انا اللي درتها لراسي، نخليها واحد السيمانه ولا جوج ونشوف شنو غادي دير. صافي قلت لها مرحبا بك، وهي تقول لي انا نمشي نبدل حوايجي باش نبدا نخدم. قلت لها انا نيت راه خصني نخرج دابا نمشي للخدمه، سيري بدلي حوايجك اختي وسيري باش تعرفي منين تبداي وترتبي امورك. قلت لها شنو غطيبي لينا وصافي. المهم مشات لبسات بيجامتها وطاب ليا الكوزينه، خلات داك الشعر هكاك مطلوق وكاين معاها الوليدات. الصراحه ما عجبنيش الحال انها تبقى بداك الشعورات ودايره داك المكياج. شفت حتى عييت وانا نخرج، الصراحه ما بغيتش نخرج ونخلي معاها راجلي، ولكن ما رضيتش يقول عليا راكي غرتي منها ولا شي حاجه. وانا هكا دايره وعارفه راسي انني غلطت. غلطت بزاف وانا نخرج بحالي للخدمه. فاش ساليت الخدمه رجعت لقيتها جا مع الدار. الصراحه ما عندي ما نقول، شغلها عادي جدا، ماشي شي وحده مردوله ولا ثقيله وكتضل هزه التليفون، ولكن كلشي مديور كلشي مصايب ومقاده. لقيتها موجده الماكله. ريحه الدار زوينه بزاف، حسن من داكشي اللي كنت كندير انايا. صافي قلت معليش، ها هي البنت صدقات ليا في داكشي اللي بغيت انا، راه خدامه مزيان. النهار الاول الثاني كملات عندي شهر، بدات كتصر عليا بزاف بزاف. كنجي كنلقاها هازه ليا حوايجي. شي حوايج كنكون انا مخبياهم ما باغاش نلبسهم كنلقاها جبداتهم صبابطي كتلبسهم. ولات عادي السيده، حيت انا كنحشم ما كنقدرش نقول ليها حتى شي حاجه زعما اش كديري ولا هادي. صافي هي تصرات. السيده تصرات اكثر من اللازم، السيده بلا قياس بلا قياس. ولات كتهز ليا المكياج كتدخل ليا البيت النعاس، ولات مهم ولات السيده زعما عايشه الحياه عادي. آه، يعني بيت نعاسي انا كنعس فيه، هي ولات كتدخل ليه ولات كتشوف لي في المرايه وتجلس فوق الناموسيه فين كنعس انا وداكشي. السيده خدات راحتها وانا ضيقني الموضوع بزاف، ضيقني وما حملتش داكشي، بدا كيطلع ليا في راسي. ومع ذلك ما عنديش داك الجرأة انني ندور فيها ولا نقول لها ما تبقيش تدخلي هنا، انا هكا كنحشم بزاف. المهم انا كنحشم اكثر من داك الشخص اللي هو داير الغلط، هي اللي خصها تحشم. صافي بقيت كنقول يا ربي دير غير شي غلط ولا شي زبله باش نجري عليها. ما جاتنيش نجري عليها هكاك بلا حتى شي سبب واضح. بقيت واحد النهار وهي تنوض، انا جيت من الخدمه وانا نلقاها السيده لابسه واحد التيشيرت مزير عليها صغير ديال 12 عام، وهي لابسه شورت قصير
ولابسه شورت قصير من الطابليه اللي لابسه ديال الخدمه. جاب الله راجلي ما كانش ديك الساعه، هو عنده الساروت وهي عارفاه انه يقدر يدخل في اي لحظه. دابا كون غير جيت انا ولقيتها هكاك وهو في الدار، اكيد غادي نقول شي حاجه، ضروري غادي نشك في بزاف ديال الحوايج. الحمد لله اللي ما لقيتوش، والله اعلم كانت كتشقى بالشرط وهو كاين، والله اعلم شنو وقع. راه كلشي تيقي فيه الا الرجال. ايوا يا لالا لقيتها بحال هكاك، وانا نقول ليها بقيت ندخل ونخرج، ما قديتش نهضر معاها في الاول، وانا نقول لها تبارك الله على استريلا، انت لابسه علينا داك الشورت، انت كتخدمي زعما؟ انا راجلي وما كنلبسش حدا داك الشورت، راه كنحشم منه. قلت ليها حاولي تلبسي شي حاجه طويله ولا شي بيجامه، المهم لبسي شي حاجه مستوره. قالت لي راه الصهد راه بدا كيسخن الحال وهادي، وزيدون الا جا راجلك راه ما غاديش نجلس حداه وما غاديش نحاشيها ليه بحال هكا. قالتها لي راه غير يصوني غادي يمشي يلبس حوايجي. قلت لها راجلي راه كيجي وكيدخل عنده الساروت، وراجلي ما عندوش كاع ديك القضيه ديال يصوني، وانت بالنسبه ليك راه غير طفله بحالك بحال شي بنت صغيره، راه حنا كبارين عليك بزاف وهو كيعتبرك بنت صغيره، وانا ما غيعجبنيش الحال يجي ويلقاك بحال هكاك. صافي تهزيت معاها شويه في الهضره، وهي تهز التليفون كانت حاطاه فوق البوطاجي كتصنت الموسيقى، وهي تحيد الطابليه ولحتها قدامي وقالت لي هاكي بالناقص منك، لان لا انت لا خدمتك بالناقص من هاد الشي كامل، مالك اش غتعطيني كاع 2 ريال بناقص؟ جمعت حوايجها قالت لي عطيني حسابي ديال هاد الايام اللي خدمت. ما نكتبش عليكم البنات، فرحت وانا وليت خايفه منها، وانا وليت خايفه وكنطلب منها السماحه. ما نكتبش عليكم، طلبت منها السماحه وتنقول لها اختي سمحي لي بزاف. عطيتها فلوسها، جمعت حوايجها، وبقيت انا حاضيه جنابي، خفت لا تضربني ولا تصرفقني. السيده عندها واحد الثقه في النفس والطول والعرض تبارك الله ما شاء الله. قالت لي ما غتوصلينيش، عطيني على الاقل فلوس المركوب. قلت لها عطيتك فلوس؟ قالت لي هادو غير فلوس الشهر، عطيني فلوس المركوب. قلت لها عطيتك الفلوس؟ قالت لي هادو غير فلوس الشهر، عطيني باش نمشي ولا رديني منين هزيتيني. نط على سعدي باش نمشي ولا باش نمشي نعطيها الفلوس. المهم هزيت سيدي على سعدي وعدي وصلتها، في منين جبتها وهي تهبط قالت لي اوف خزيت، وسدت الباب ومشات. وهذه هي قصتي، بغيت نشاركها معكم باش الا كاين شي واحد ولا وحده مضايقكم بشي حاجه ما تبقاوش تحشموا، غتجيبوها غير في راسكم. كنت عطلت شويش غادي نلقاها مع الراجل، لان السيده ولاو تصرفاتها غرابين بزاف، مكياج في الدار وتدخل البيت نعاسي وعايشه الحياه كيف ما بغات هي بالطول والعرض عندي. أه نتمنى هاد القصه تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك تاخذوا عبره منها وتردوا بالكم بزاف بزاف. يلا خليتكم على خير، دمتم في امان الله. واحد وكانت هذه هي قصة الأخت. نتمنى هذه القصة تنال الإعجاب ديالكم، وتخليونا كذلك تعاليق محفزين، وبالنسبة للبنات اللي كيديروا الثقة يردوا البال. شكرا لكم كاملين، وعيدكم مبارك سعيد ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.